نريد أين قال النبي من يبرز لهذا الرجل؟ كفوا منكم، مشكور. اقسم برب العزة يا شيعي إذا بيطلع إباضي بيحاورك شو بتقول له؟ بقول لك هات لي من كتبك. ما تستطيع أن تثبت إيمان علي بن أبي طالب من كتبك إلا أبو عمر هسه ذكرت لك خلص أبو منتظر أنت هلا مع جنب اللي برد بها أنا أنكرها عليك. أنكرها عليك يا أبو منتظر من كتبك. أبو منتظر أنا الآن أنت ستخرج لنا من كتبك أول شيء أن النبي قال من يبرز لعمرو بن ود. خليك بحالك وهات الرواية. فشو رح تقول له يا شيعي للإباضي؟ رح تقول له بالبخاري؟ حقول لك كتاب مو كتابك، هات من كتبك. لو قال لك الإباضي أخرج من كتبك أن النبي قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، من أين ستجلب من كتبك؟ موجودة عندي، من البخاري موجودة بكتبك. هلا أنت جيب لي هاي وبعدين بتجيب لي الثانية. جيب لي أن النبي قال من يبرز لعمرو بن ود. ما يقبل إباضي، ما يقبل إلا من كتبك. هاي بن عفان ما حيقول لك هات من كتبك. يا علي مع الحق أقص يدي لو عندك رواية واحدة صحيحة عن إيمان علي بن أبي طالب. تفضل. خلص اسكت انت اسكت ولا لا دقيقة، أنت قلت أباضي، أتحداك يا علي مع الحق تجيب لي رواية واحدة تثبت إيمان علي بن أبي طالب من كتبك. قسم بالله حشرك حشر. في الأول أبو معاذ والله كنت سأطلب منك أن تترك إباضي مع الشيعي لنرى ماذا سيقدم. والله ديبك أنا لحتى ابن عفان ديبك أنا ديبك إلا يقول له ما تستطيع إلا من كتب أهل السنة والجماعة. لا أنا أبي من كتبه من المجلس وإلى آخره. وإذا جاب لك من البخاري ولا جاب لي لحظة أنت إباضي، أنت عفان. إباضي أنت. نعم، ما أنا أصلا ما أناقش الإباضي لأن عندي في عقيدتي الإباضي كافر. لا كافر عقيدتي يا أخي. محمد وآل محمد. الإباضي في عقيدتي كافر. من كفر الإمام علي كافر. هذا ليش أنا مسلم وهل السني مسلم عشان تقول لي إباضي كافر؟ وهل مسلم عندك؟ السني مسلم عندك؟ على أساس نعم السني عندي مسلم. نعم. معاذ داعي. الله طب كيف بالله عليكم يا اخوانا من كفر السني عند الشيعة؟ بينهم هم الاثنين، بين الإباضي وابو منتظر. ابو منتظر تحاورني ولا مكفرني؟ لحظة. نعم احاورك، انتظرني. نعم والله دمرك دمار. انت الإباضي دمرك والله. دمرني، انا محتاج حد يدمر. تفضل. ابو منتظر طلع لنا هلا ان شاء الله بيطلع بلعك. طلع لنا رواية أن النبي قال من يخرج لعمرو بن ود 3 مرات. أبو شام. وجع عم تضحك كتبك. أبو لؤلؤ المجوسي إيمانه أكبر من علي بن أبي طالب. الله أبو شام. لو تعرف الشيء هذا. ده كله أبو منتظر بيطلع في الرواية. لا إله إلا الله. أبو منتظر إذا ما في قول بكتبي ما في. لحظة أبو عمر، لحظة ثواني. مو رئيسا ذكرت لك الحديث، أنت انطيني المصدر، لازم ابحث لك عن المصدر. يلا ابحث. ثواني. ابحث. خذ جاري البحث عند أبو منتظر حتى أحرمكم تقولوا قال النبي وتكذبوا على لسان النبي. الله يجزاكم الخير يا أحبة، الله يحفظكم. دير بالك يجيب لي برز الإيمان كله للكفر كله. أنا ما أريد هذه. أريد أن النبي 3 مرات قال من يخرج لهذا؟ عمرو بن ود. تمام. الله يكرمكم يا رب. الشيخ أبو عمر بس يبي يقول شيء عادي. تنقال والك إلهي شيء متعلق بالشيعة. مين بيتكلم بس عشان أعرف؟ ابن عفان.
ما اصبر بس، الضرب في الميت حرام، بس يطلع بس يعني نسمع صوته على الأقل. طريقة كلامه ابن عفان ذكرني بتلميذ المفيد من سنة ونص أسلم عنه. لهجته حلوة ابن عفان، وإن شاء الله يطعمك حمى على لهجتك حلوة وكلامك. ما حرام ما تكون داعي؟ مو حرام ما تكون داعي لدين الله قاعد عند تسوي لي حال إباضي؟ وإذا خلقت يعني إباضي يعني خلص دين إباضية صحيح؟ خلصنا لك ابن عفان. معقول اصلا. قلت لك انا بدي اياك تيجي لعندي تصير محاور معي، تدافع عن علي، تدافع عن اهل البيت ضد هؤلاء من يطعنون بالصحابه وعرض النبي واهل البيت. ترى انت حين كلمتني قبل كذا دخلت على كتاب الحبيب بن ربيع، جالس اقرا في الكتب ما لقيت لها اسناد، ما لقيت لها مترجم اصلا. نعم احسنت ابن عفان، ما يوجد. ابو منتظر رجع ابو منتظر. اخوانا ابو منتظر اسمع يا المصادر، مصدر واحد ما بقبل غير من كتبك. مصدر المصادر. اسمع ما اعطيك مصدر واحد، لا اعطيك مصادر ومن كتبك يكفي. شوف تمام. اسمعوا يا ناس كم مصدر راح انطي لابو عمر نقل هذا الكلام عن النبي. اسمعوا سجلوا عندكم مصدر يا ابو منتظر. وطلعوا الشاشه. ابو معاذ رجاء لا تخافون لا تنزلني، رجاء لا تخافون ولا تنزلني. اسمع سجل عندك السيره الحلبيه الجزء الاول. اسمع مو اسمع تمام. اترك على صفحه الكامل في التاريخ، اترك السير الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحه 180. كتاب شيعي. شنو؟ يا رجل مو على اساس تطلع لنا من كتب الشيعة. بالله عليكم صاحب السيرة الحلبية شيعي يا ناس. هذا عالمكم ابو عمر ما يعرف صاحب السيرة ده. تمام السيرة الحلبية صاحب كتاب السيرة الشيعي ولا سني. انا ما طلبت لك من كتبي، طلبت من كتبك. هل عندك من كتبك ان النبي قال لعلي من يبرز لهذا 3 مرات؟ نعم لا اسمعني كتبي غير موثوقة عندك. منتظر موثوقة. اقبل اسمع اقبل عندك من كتبك. تمام راح انطيك من كتبي والله. منتصر اسمع. ولو عندك كتبك ايمان اقوى من علي بن ابي طالب. اسمع عفان لا تتركه كتاب. لا هذا بعدين الاباضي بعدين. هات كتاب كتاب المغازي هسه انطيك ناجي البلاغه موجود الكلام لابن ابي الحديد. تمام. ناجي البلاغه لابن ابي الحديد المعتزلي، لكن انت شو عم تحكي يا رجل؟ اسمع ناجي البلاغه لابن ابي الحديد ضحكته لابو معاذ يا رجل. لك هات اسمع هات من البحار، هات من الكافي، هات من كتب الصدوق ابن بابويه. اسمعوا يا ناس من نقل هذا الكلام عن النبي. اسمعوا كتاب عيون الأثر الجزء الثاني صفحة 61، كتاب دلائل النبوة البيهقي الجزء الثالث صفحة 437، السيرة النبوية للدحلان الجزء 2 صفحة 6، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جزء 19 صفحة 62. اسمعوا المصادر السيرة النبوية لابن كثير الجزء 3 صفحة 2 ولا واحد وتاريخ الإسلام الذهبي. تمام اسمع الوفاء هاي عند 20 مصدر يا ابو عمر نقل هذا الكلام عن النبي انه قال من يبرز لهذا الكافر واضمن له الجنه. ابو منتظر هات من كتبك. اسانيدك اللي جبتها اسانيد سنيه ليست بشيعيه، نحن نبي اسناد شيعي من عندك رواه طبرسي. اخي احنا نريد الحدث، احنا ما لنا علاقه اسناد شيعي ولا اسناد شيعي. اسمعني ابو عمر عندما انكر هذا الحديث اجيب له حديث من كتبه حتى ما ينكره. يا عم ابو عمر ما انكره، قال انتم عندكم اسمع اخي هذا من تهربون تقول انطيني من كتبك. تمام اسمعني يا ابو منتظر، من تهربون. ابو عمر جبت لك 20 مصدر من كتبك نقل هذا الحديث. خلاص اسمعني الان شفتوا يا ناس امامكم من كتبه لم يستطع فقال بمصادر من كتبنا. الان أبو منتظر أمام الجميع
أنا راح أعمل ميوت. اذكر مصدر واحد من كتبنا ثم اقرأ الرواية بسندها أمام الجميع. اقرأ السند ثم اقرأ المتن وما حدا حيقطعك بحرف. اختار أي كتاب من كتبي، اقرأ السند والمتن. معك المايك، تفضل. يلا يا ابو منتصر، ها توكل على الله. ابو منتصر. أبو نعم منتصر نعم سمعان، نعم. سمعان، لا تفكر فكرك أبو اصبر اصبر. سمعان. هلا هو عم يدور، اصبر راح انطيك يقول لي جاء في كتاب لا كذا تستعجل وكذا. لا تستعجل. لا راح استعجل، بس اعطيني اسم الكتاب والجزء والصفحة وبنقرأ أنا وأنت السند والمتن. تمام. أبو معاذ سمعاني ألعن اللي لحد ابو لا تفكروا لحد هيك. ابو ألعن منتظر ابو عمر ما يطلع ليش بياخذ من المصدر. الدروس؟ والله العظيم يا اخوانا فضيحه. المغازي فضيحه. ابو معاذ الشيعي لا يستطيع ان يحاور غير السني. عارفين ليه؟ لان دين الشيعه كله شحته وتسول، من اهل السنه اعلى الله مقامه. لا 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 ابو معاذ اسمعني يا أبو انتم منتظر، عندما نذكر لكم أبو الحديث عن عمر النبي، بالكتاب لحظه لا والجزء تقاطعني، والصفحة. تنكرون أبو الحديث. منتظر. اسمع نعم، تنكرون ننكره، الحديث ننكره، عندما نحتاج ننكره. اليكم من كتبكم. أحسنت، ننكره. هاته من كتبنا تمام. بسند الحديث صحيح. تنكر تفضل. الحديث، نجيك يلا هات من سند. كتبك حتى ما تنكره. يلا تمام. هاتوا. المغازي للواقد الجزء 2 الصفحه 471. المغازي للواقدي. حسين بن واقد هذا منكر الحديث، ولك هو الواقدي منكر الحديث. حسين بن واقد الله لا يوفقك. الواقدي هلا تذكرت حسين بن واقد. أبي الكذاب الواقدي أكبر كذاب. اقسم بالله. بص يا اخوانا، هو ده دين الشيعه يا اخوانا. طيب هات السند يلا. المغازي. هرب أي مغازي يا أستاذ. وين راح؟ اوه هرب ابو منتظر. الغزوة التي أقام أخي نفسي لا توجد في المغازي. بالله عليكم مين سجلها يا اخوان؟ انا طلبت الاخوه يسجلوها. مين سجلها يا شباب؟ ابعتها لي على التليجرام، الله يحفظكم. ضروري تبعتوها لي على التليجرام. ها يا ويلكم لو طلع حد ما سجلها. لا رجع طلب قسط يا اخوان. الرجل ما هرب. الرجل طلب قسط تاني. شوفوا يا شباب الكتاب المغازي المؤلف عفوا ابو معاذ اولا احنا مو وجه الهرب، انا اهرب منك لو من ابو عمر. كبر الصوره ما هربت. واحدة كتاب المغازي. كبر الصورة. راح يكبرها سكوت. كتاب المغازي المؤلف محمد بن عمر بن واقد. شوفوا شو اسمه يا ناس. محمد بن عمر بن واقد. الرتبة ضعيف الحديث. إذا كان صاحب الكتاب ضعيف فكيف أنا أقبل من كتابه رواية ومع ذلك اقرأ سندها. افتح له شيخي، كبره شيخ. ما كتمته. عايز اكبر الشاشه له. ابشر حاضر اهو. أي جزء أبو منتظر؟ تمام بس خلينا نطلع لك. بس مين اللي شغل المغازي للواقد الجزء 2 الصفحة. اسمع هاي الصفحة قدامك. تمام. هذا قول النبي: من يبرز لعمر فله الإمامة، وقول ثاني له الجنة. تمام. جزء 2 أي صفحة؟ صفحة 471.
اقرأ سند الرواية. اقرأ سند الرواية حبيبي. لحظة. أربعمية وواحد وسبعين آن. نعم 471. حملت الكتاب أنا. اقرأ سند رواية الواقدي في المغازي. أنا لا أعرف أين ذهب. صغروا يا ابو معاذ، صغر، لا تثق في هؤلاء، صغروا قبل ما يعملوا. صغر. انا ما اعرفش هو شو يسوي. لا ظاهر اهو. ايه ولا ندري لماذا لكل ابو بكر وعمر عن مبارزة عمرو. اقرأ سند الرواية. ألم يكفيهما هذا الضمان؟ اسمع، الضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله بسلامتهما. ولو برز لو برز عمرا ولماذا لم يثقا بالله ورسوله؟ تمام يا راجل، يعني اللي كاتب الكلام ده واحد سني ولم يقتنيا بصدق هذا الوعد القاطع. اللي كاتب الكلام ده واحد سني. نعم ابو منتظر، اللي كاتب الكلام ده واحد سني. نعم. هات لنا بقى اسم الموقع من فوق. اسم الموقع. اسم الموقع. اسم الموقع. الموقع اللي انت بتقرا منه. هذا المغازي الواقدي. لا، اسم الموقع. هذا المغازي. بقول لك الموقع اللي انت بتقرا منه. الموقع اللي قدامك اللي انت بتقرا منه وين؟ اسمه ايه؟ ارفع الشاشه هات لنا اسم المنتدى. اسم المنتدى اللي انت بتقرا منه. هو جاي يرفع الشاشه. ارفع الكاميرا لأعلى الجهاز. هات لنا بقى الشاشه نفسها. المنتدى. ما مذكر اسم معاذ. انت بتقرا منين؟ ما مذكر. هاي نهايه الصفحه والله. هاي نهايه الصفحه. انت افهم علي. الموقع اللي انت يا عم افهم علي. الموقع اللي انت دخلت عليه اسمه ايه؟ ارفع لي الازرق فقط. ارفع لي الازرق سمع. اسمه ايه؟ ما موجود. هاي نهايته. هذا يعني المنتدى اللي انت بتقرا منه. عدسة الكاميرا. منتدى الزهراء. اسمع. ارفع للشريط الازرق. ارفع للشريط الازرق فوق وقرب الكاميرا. ارفع للشريط الازرق فوق الجهاز. ارفع الكاميرا للجهاز فوق. ارفع الكاميرا للجهاز فوق الشريط الازرق. لماذا غيرت الصفحة؟ والله كان يقرأ. لا والله كان يقرأ من موقع اسمه الزهراء. والله كان يقرأ من موقع اسمه الزهراء. وأنت كذاب أشر ولا تعرف الفرق بين الرواية وبين تعليق أصحاب الموقع. فارجع للصفحة التي كنت تقرأ منها أيها الكذاب الأشر، وارفع عدسة الكاميرا إلى الشريط اللاصق الأزرق فوق وسنعلمك. لحظة ثواني أبو منتظر. لحظة والله راح أدخل نفس الموقع. ثواني أبو منتظر. تمام ثواني يا إخوان. شكرا لأبو منتظر لأنه جاب لنا هذا الكتاب. أبو منتظر، كتاب الصحيح من سيرة الإمام علي. اسمعني. الصحيح من سيرة الإمام علي للشريف المنتضى، هل هو حجة علينا حتى تنقل لنا منه هذا الكتاب؟ روح ارجع أمام الناس على من يبرز لعمره فله الإمامة أمام الناس. تفضل، هذا الكتاب قارئه قبلك ب10 سنين أنا. وغير الصفحة يا أستاذنا محمد. ليست المسألة الآن. راه الرواية سهل جدا. الرواية أستاذنا سهل جدا إسقاطها، وأن راه واضح أن الكلام أصلا، لكن الإشكالية هي أنه كذاب أشر. دخل إلى صفحة ولما ألزمناه بها خرج منها وغير وبدل. هيا الكتاب. يلا ورجينا الكتاب. اسمعني هاي الصفحة نفسها. ارفع لي فوق. أخي هاي الصفحة نفسها.
ارفع لي فوق، ارفع لي الجهاز فوق. ابو حاتم هذا الكتاب اخي. وين فوق؟ وين بس دفتهم؟ ارفع ما زال، ارفع عدسة الكاميرا. اصبر هاي فقط. بدايتها، هاي تفهمت ولا لا؟ ورنا الشاشه كامله، ورنا الشاشه كامله، اللي بيشوف الشاشه كامله. جميل جدا. ارجع لورا اخي. هاي واحد يتكلم يا شباب، واحد بس يتكلم عشان الاصوات مش فاهمين حاجه. بس لا معاذ الكتاب انا هاي امور مثبتها بالشريط يا حبيبي. ما علي ابو منتظر، معاويه، عمر بن الخطاب، ما اعرف شنو. ابو منتظر ارجع لورا. رجعت. ايوه بس هيو هي الكتاب. من يبرز لعمره. هيو ارجع يا كذاب. ارجع الجزء الرابع للشريف المرتضى، كتاب الصحيح من سيرة الإمام علي السيد جعفر. مين؟ ارجع ورجي الناس. وينه؟ وين الجزء الرابع؟ ورجي الناس. هيها قدامي. هيها انزل لتحت الصفحة اللي كنت فيها. اسمعني. تحت الشريف المرتضى. انزل أمام الناس. انزل هسه شفتها. انزل كتاب الصحيح. وينها؟ حجي ابو منتظر لا تفكرني اهبل. ارجع لورا امام الناس. كتاب الصحيح تبع صحيح السيرة للامام علي. ايوه اسمعني محمد. ايوه محمد عليك يا محمد. هذا اول عنوان. اسمعني. ما اريد اسمع اخي حتى تفهم. ما اريد اسمع. هذا اول عنوان بالصفحه. افهمني. انزل تحت. نزلت. انزل تحت. كمان واحدة. بعد. كمان واحدة. انزل. يا زلمة انا بدي افتح اللابتوب وارجيها للناس. بدك تقعد. هاي جاي انزل وياك. وين انزل؟ يلا. انتهت الصفحة. اطلع لفوق اول الصفحة من فوق. اطلع. اسمعني. استنى اسمعني والله. هذا اول الصفحة. ضربت علي يوم الخندق. تمام. ابو عمر ينقل من كتاب الشريف المرتضى الصحيح من سيرة الامام علي الجزء الرابع. جاب الشريف المرتضى يا معود. مو الشريف المرتضى، جعفر شو اسمه؟ هسه بطلع لك اياه ابو عمر. الصحيح من سيرة الامام علي تبع. انا فتحت البتاع قدامي. ابو منتظر انت اي رابط دخلت؟ واحده انا افتح كاميرا. انا خلاص اي رابط دخلت؟ ها ما مدى صحة كل هذه ابو معاذ ليك. يلا افتح ابو عمر. هذا المنتدى عم ينقل هو من هذا المنتدى. نعم. راجع المصادر التالية فقد تعرضت لذلك كله أو بعضه امتناع الأسماء إلى أن قال السيرة نعم. السيرة الحلبية ودار المعرفة وسبل الهدى والرشاد والكامل في التاريخ. شوفها. والمغازي للواقدي جزء 2 الصفحة 470 وتاريخ الخميس وإلى آخره وعيون الأسر. الآن على كتاب المغازي. أستاذ اسم الكتاب جعفر مرتضى العاملي. آسف مش الشريف المرتضى. لجعفر مرتضى العاملي. نعم. إذن هو يقرأ من منتدى. يا ضيفنا قلنا لك محمد بن عمر بن واقد ضعيف الحديث، ما نأخذ بأي شيء موجود في كتابه ولا نعتمد على سيرته أبدا. ليش ما تشلع عنا وجيب لنا من كتبك ونخلص من كل هالقصة؟ أبو منتظر صاحب يعني بس الواقدي منطقة 20 مصدر يا أبو عمر. نريد يلا كامل صاحب التاريخ. يا ثواني ابو عمر الله يحفظك. بناء على طلب الجماهير البث مرتفع فيه 700 واحد كلهم بيطلبوا انه يجلب لنا مصدر شيعي يرد به على الإباضي ابن عفان. تفضل يا فندم نريد مصدر شيعي. تفضل. على من يرد؟ يلا وياي الكلام. وياي نعم. احنا دلوقتي عاوزين مصدر من كتب الشيعة. يلا. على شنو ارد؟ على شنو مثلا؟ اثبت لي ايمان علي بن ابي طالب كتبك. تفضل. ها يلا. طبعا اخواننا احب اوجه الاخوه الى قناتي على اليوتيوب، قناه فتح مخك. اخر فيديو انا نشره على قناه فتح مخك
كانت مداخلة مع الأستاذ الشيعي أبو منتظر، فزنا عليه يومها 9-0. كل مصدر جابه اتفضح فيه. فاللي عاوز يضحك وبتاع يتابع قناة اليوتيوب فتح مخك، هيلقى كنا ما شاء الله أنا وأبو عمر وتوقع الشيخ أحمد محجوب وكذا. لا والله أبو معاذ اسمح لي، والله جاي يضحكون على أنفسكم. هي موجودة على اليوتيوب، موجودة على اليوتيوب. نعم موجودة على اليوتيوب. الناس المنصف ماكو، المنصف راح يفهم من هو صاحب الحق. أعطيتك 12 مصدر من كده. نعم. أبو منتظر نعم. من أبو معاذ. والي أبو معاذ شيعي مش قادر يرد على واحد إباضي. الله أكبر. دقيقة بس ابو منتظر، ترى انا ما طلبت منك تعجيز، قلت لك اثبت لي ايمان امامك اللي هو هذا المتحكم بالذره اللي متحكم ما ادري بايش، اثبت لي ايمانه انه مسلم. يا عثمان سيقصفك الان، اصبر لا تستعجل، انت لا تعرف. ابو منتظر، انت جبت لنا من الكامل في التاريخ ابن الاسير جزء 2 الصفحه 181. رجعت انا لاول الروايه، شوفوا يا ناس، شوف شو كتب هون، شوفوا: ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب وكانت في شوال وكان سببها أن نفرا من يهود بني النضير، إلى أن تكلم بالقصة من أولها إلى آخرها. أين السند؟ أين أسانيد ابن الأسير في الكامل في التاريخ؟ وين السند؟ وينه؟ ها؟ ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب وكانت في شوال وكان سببها إلى آخره. يا رجل، نحن أهل سنة وجماعة، ما نقبل بأي رواية ما عليها سند. لذلك أنت ذهبت إلى موقع وجبت أسماء كتب، قلنا لك اقرأ سند الرواية. اسمعني أبو عمر، هذا يجمع لك الروايات، ما يجمع لك الروايات بأسانيدها. تمام، عندك رواية، صاحب الموقع أو المنتدى عندما ينقل الروايات ما ينقلها وسندها. إذا تريدها ارجع للكتاب تلقيها بالسند موجودة. أنا ما مجبور أبحث لك عن سندها. تمام. في أي كتاب موجود سندها؟ السيرة الحلبية موجود، كامل بالتاريخ موجود، الواقدي موجود، ابن كثير موجود، كل كتبك موجودة بسندها، لكن هنا ما نقل السند. السيرة الحلبية موجود سندها؟ نعم موجود، كل الكتب موجودة بالأسانيد، لكن هنا بالموقع ما ينقل حتى الأسانيد. هلا طلعنا نحن ما وجدنا هي سند. ما يوجد ابو منتظر، ما يوجد سند صحيح لهذه الروايه ابدا. ابو معاذ لو تكرمت علي بس تشوف التليجرام لو سمحت. شيخ محمد صعب جدا التليجرام دلوقتي، الا اذا كانت حاجه ضروريه بقى اقوم اطلع البتاع الكلام ده. ان شاء الله انا هنزل التليجرام يا اخوانا على التليفون الليله ان شاء الله. يا شغله ضروريه ابو معاذ، شغله ضروريه. او ابو عمر الشامي، ابو عمر ممكن تفتح التليجرام؟ ابعتها لابو عمر، لان انا والله عندي مشكله في التليجرام. يلا انزله ان شاء الله على التليفون الليله باذن الله. منك يا ابو منتظر، كل مره هالمنوال يا الشيعي ابو منتظر بتكذب على النبي وما في عندك روايه. عايز اقول لك ابو عمر، عايز اقول لك ان انا اي حاجه اقراها تبقى صحيحه عند اهل السنه، اي حاجه انصر بقى دين وخلاص. لا ابو معاذ، لا مو هذا يا استاذ ابو منتظر. انا حاليا عندما اكثر من كتبك حجه عليك. اسمعني، انا متيقن من هذا الحديث، بعقيدتي موجود هذا الحديث، لكن انت عندما تنكر هذا الحديث اجيك من كتبك. عقيدتك انت ممكن في عقدني انا كل فضائل الامام علي ما انكرها ومعتقد بها صحيحه، كل فضائل الامام علي اللي موجوده كتب الشيعة كتب السنه، لكن انت عندما تنكر فضيله اجيك اقول لك يا ابو منتظر، يا ابو منتظر الان كل الناس اللي موجوده في البث بتطالب حضرتك ان تاتينا بمصدر صحيح من كتب الشيعة. تفضل. شوف، الشيعي ما يستطيع أن يثبت لابن عفان إيمان علي بن أبي طالب، أنا أستطيع بثواني أن أثبت له، وما يستطيع ابن عفان أن يتكلم بأي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، وذكر العشر المبشرين بالجنة، والحديث الذي ينكره الشيعة. الآن يا ابن عفان، كيف للنبي أن يبشر رجلا بالجنة
وهو ليس بمؤمن؟ تفضل. أبو عمر هذا حديث شفت ما عنده كلام ابن عفان، الحديث الموضوع من الغير موضوع. 5 يتكلموا. استاذ حبيبي ابو منتظر، نحن معطيك تقريبا حسبت لك هي 20 دقيقه والحين 21 دقيقه وما جبت لي ولا روايه واحده من كتبك انت تثبت لي ايمان علي بن ابي طالب. يا ابوي المشكله كفرك يا ابن عفان، يا ابن عفان كفرك ولا يستطيع ان يثبت لك ايمان معصومي. والله يا مصيب اخي. لا اسمعني الامام اسمعني يا ابو منتظر، اسمعني يا بابا. الامام علي ما يحتاج لو انك فاهم، لو انك عندك عقل، الامام علي ما يحتاج الى دليل او روايه اثبات. اسمعني الامام علي ما يحتاج الى دليل او روايه بثبات ايمانه. نفهم من كلامك انه لا يوجد عندك دليل. اصبر يا ابن عفان، اصبر يا ابن عفان. انت اللي كنت تكفر الامام علي. فهمنا من كلام يا شيخ اهدأ. فهمنا من كلامك ان ايمانك الاعمى لا تملك عليه ولا دليل. قولك ان علي مؤمن ولا يحتاج لدليل، هذا ايمان اعمى لا وزن له ولا قيمه في ظل البحث العلمي والمنهجي. اسمعني اذا قدت بالدليل ودعات الكلاوات موجودة الأدلة، لكن واحد اسمعني لكن عند عرب تحجف ما قبلها. واحد دليل واحد وبس. تفضل. اسمع الوهابية كيف هم محتفلون بموت الحسين. اسمع. نعم يحتفلون. نعم نواصب. نعم اسمع. مو لا أملك دليل، الأدلة بالآلاف. تمام. الأدلة بالآلاف موجودة عندي. عندي سؤال واحد أسألك ممكن تبوش الشيعة، لكن مثل هذا الأخ اللي يكفر الإمام علي ما يحتاج أظهر له دليل. منتظر أشهد أن عليا ولي الله. طيب اسمعني يعني حتى المسيحي ما كفر الإمام علي. يا أبو اسمعني، أنت مو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. طيب أبو لؤلؤ المجوسي مو قتل عمر بن الخطاب؟ نعم قتله. نعم قتل عمر بن الخطاب. على كذا أبو لؤلؤ المجوسي مؤمن أو غير مؤمن؟ مؤمن أبو لؤلؤ. ما شاء الله. لو مؤمن ما لو قلت لي هذا الشيء، لو ليس مؤمن أو لو قلت لي هذا الشيء فأنت تقول إنه اسمعني لو إنه ليس بمسلم ومؤمن لما أكبر من علي بن أبي طالب. هذا أول شيء. ثاني شيء أثبت إيمان أبو لؤلؤ المجوسي ما تقدر تثبت إيمان أبو علي بن أبي طالب. اسمعني لو إنه أخي لو إنه كافر أو مشرك كان أخرجه عمر بن الخطاب من المدينة، لأن النبي أوصاه أخرج المشركين من المدينة. أنا مو مشكلتي كافر مسلم. لو إنه كافر كان أخرجه عمر. يا علي انا ما مشكلتي هو كافر مؤمن. اقول لك انه ابو لؤلؤ المجوسي قتل عمر بن الخطاب، انكر، اخرج ايمانه. علي بن ابي طالب ما قدر يقتل عمر بن الخطاب. انت حاليا اثبتت لي ايمان ابو لؤلؤ المجوسي من كتبك، انه ابو لؤلؤ المجوسي قتل عمر بن الخطاب فهو مؤمن. اثبت لي ايمان علي بن ابي طالب من كتبك. يعني علي بن ابي طالب لا ما قتل ابو بكر ولا قتل وعمر بن الخطاب ولا قتل عثمان بن عفان ولا سوى شيء من الايمان. اثبت لي ايمان. لحظة. يعني احنا نقول ان ابو لؤلؤ لانه قتل عمر هو مؤمن؟ لا ابو لؤلؤ عندكم مؤمن، لكن حينما قتل عمر بن الخطاب زاد ايمانه. نعم هو مؤمن قبل لا يقتل عمر. نعم. والدليل ان عمر لم يخرجه من المدينه. صار هو من اشد الايمان، انه هو انكر المنكر، يعني صار مؤمن. فاهم؟ لا يعني لا هو من اساسه الانسان مؤمن ومسلم. تمام. نعم مؤمن ومسلم. لذلك عمر لم يخرجه من المدينه يا اخي، وعمر قال له اتق الله. والدليل على كلامك يا ابو منتظر ان عمر بن الخطاب عندما قتل سالوه سال من قتلني، فقال قتلك ابن ملجم، فقال الحمد لله الذي اماتني على يد رجل لم يدعي الاسلام. شفت انك انت حتى ما ابن ملجم جاب على عمر. شو اسمه انت اللي ما تفهم. شفت انك ابن ملجم جاب على عمر يا محمد العزة. لا تشبت. ابو لؤلؤ قالوا له قتلك ابو لؤلؤ، فقال الحمد لله الذي الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يدي رجل يدعي الاسلام. فانت بتنازل بتامل لي فيه وحتى انت الروايه مش قارئها، سويت لنفسك مصحصح. ابو استاذ محمد دقيقه بس. استاذ ابو منتظر، اثبتنا ايمان ابو لؤلؤ المجوسي من كتبك.
يدعي الاسلام علي بن ابي طالب. عطني روايه واحده. تمام. كل هذا البحث عن رواية تثبت إيمان معصومك ومن كتبك. يا عمي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي موجودة والله موجودة. أبو معاذ موجود. أبو معاذ موجود. يا أبو معاذ. هذا مصدر هسه طلع قدامي. وينك الإباضي؟ عطني تفضل. بس كتب شيعي. افتح كتاب. كتب السنة أنا عندي كتاب ما بدي فيه. هذا كتاب شيعي. اسمع ايش هذا؟ يا ابو معاذ موجود. لحظة يا ابن عفان. موجود لحظة يا ابن عفان. ابو معاذ موجود. يا ابو معاذ. ابو معاذ يمكن صار ايش هذا؟ اتركوه خليه المنشفة. ايش هذا؟ احنا في وين؟ احنا وين؟ شو اسمه الكتاب؟ يمكن صار خطأ فني. ممكن بالغلط. تفضل شو اسم الكتاب؟ ابو عمر ما احكي وياك، انا احكي لي باضي. طيب خلي باضي طلب ادله. عمر خليه معي. يلا اعطي اول دليل. وين؟ اسمع موسوعة الامام علي. ابي تثبت لي ايمان علي بن ابي طالب من كتبك ليس من كتب السنه. الاباضي خليني نولي باضي يا ابو عمر. تفضل. نعم. موسوعة الامام علي في الكتاب والسنه لمحمد الرشهري، الجزء 2 الصفحة 200. الريشهري. نعم. أي جزء؟ نعم. وهاي الروايات اللي موجودة. أي جزء؟ تفضل. الأول ولا الثاني؟ ثاني أبو عمر. أي صفحة؟ مالك عرفان تقرأ الريشهري؟ عيب عليك. هذا الريشهري وين راح لي بعض؟ فتحت الكتاب لو لا؟ فتحنا الكتاب. ما افتح. ابو عمر هيفتح. انا ما يلا راح افتح لك. اي صفحة؟ جزء 2 موسوعة الامام علي في الكتاب والسنة والتاريخ محمد الريشهري جزء 2. اي صفحة؟ صفحة 230. هو تبدأ 230. يلا اقرأ الصفحة 230. تبدأ الصفحة الدر المنثور، كتاب شيعي، كتاب سني. الدر المنثور عن ابن عباس قوله إنما أنت منذر ولقوم هاد. اللي بعد الدر المنثور اللي بعد سعد السعود عن أبي بردة الأسلمي. وينه؟ ما يوجد. منتظر. ايش هذه الاصوات؟ يا ابو معاذ وين يا ابو معاذ؟ ايش هذه؟ انا وين الان؟ انا ابو معاذ ولا في كربلاء ولا ايش هذا؟ مستشفى المجانين. انا لسه مين اللي بشغل؟ يلا نزل هذا ولا واحد يطير من المشرف. ايش هذا؟ انا جالس في كربلاء ولا قم ولا وين؟ ابو حسن والله ما نعرف مين اصلا اللي عامل الصوت ده. عند مين يا اخوانا الصوت ده؟ ابو منتظر الخزابه. لا مو عندي. لا تكذبون، لا تكذب. وثانيا لا تجيب كربلاء على لسانك وكانه الملاهي. تمام. كربلاء لو انك بك خير وتحب النبي، كربلاء مدفون بها كرب وبلاء. هذا قول